بص كل حاجه عندنا. بص قلقاس شغال، سبانخ، شغل فاخر من الاخر. الضرب التاني بتاعت ايطاليا. تبقى على ايه؟ الضرب التاني. يعني فين كلها محلات مصريه؟ مش محلات مصريه، هو شعب مصري يعتبر هنا. كده في ميلانو عادي وتلاقي حلاق مصري. المنصوره بس انت بتسلم. لا يا عم I'm sorry. اخره هتلاقي الدنيا كلها مصر، هتلاقي نفسك في القاهره. هنعمل لك تخفيض بس ما هندوق ولا بتقولي بس؟ هندوق ولا يا باشا ما يغلاش عليك. عايز اروح حي المصريين، اروح منين؟ حي المصريين منين؟ موجود دلوقتي في ميلانو، واحده من اكبر العواصم الاوروبيه اللي فيها مصريين. اللي لما تسال اي حد مصري عدد المصريين الموجود في ميلانو قد ايه تقريبا مش هيعرف او هيقعد. عدد المصريين الموجود في ايطاليا قد ايه؟ كتير كتير جدا. كتير ملهاش عدد. مش العدد مش معروف. بس انت كام؟ يعني مثلا ممكن نقول كام مليون ولا ممكن نقول حوالي 12 مليون. 12 مليون مصري في ايطاليا. عدد الايطاليين نفسهم قد ايه؟ هو فين هنا الحي الايطالي في ايطاليا؟ حي ايطالي؟ اصل انا من ساعه ما جيت ما لقيتش ايطاليين، كل قابلهم مصريين. لا يا عم في ايطاليين في ايطاليا؟ تخيل انك تخش شوارع كامله او احياء كامله تلاقي كل المحلات مكتوب فيها بالعربي، كل الناس اللي شغاله فيها مصريين، سواء بقى جزاره، حلاقين، مطاعم، مناطق مصريه من الدرجه الاولى. فالنهارده هنحاول نكتشف الحي المصري او الشوارع المصريه اللي موجوده في ميلانو. السلام عليكم. لو عايز اروح حي المصريين اروح منين؟ ايه؟ حي المصريين منين؟ مش عارف. اركب يا اسطى. موجود دلوقتي في بدايه واحد من الاحياء المصريه اللي موجوده في ميلانو. مكان كده كل ما تمشي هتحس ان انت ماشي في رمسيس، في العتبه، حاجه كده زي شارع العرب في برلين، بس المره دي موجود في ميلانو. المكان كله مليان مصريين. المحل ده اصلا مصري؟ ايوه يا عم مصري. كله هنا مصريين. والله كله مصري يا عم انا عارف. وبقاله قد ايه المحل ده مفتوح هنا؟ بقاله هنا 15 سنه. ما شاء الله. في محل قدام بقاله 25 سنه. 25 سنه؟ ايوه يا عم احنا هنا ادم من الاهرامات. ايوه السلام عليكم. المعلم عبد الغني عرفه برضه. نهار ابيض. صور كيلو لحمه هنا؟ كيلو لحمه هنا ب 8 ونص. 8 ونص يورو؟ حلو والله. قوم ايطاليا ب 10 والكيلو ب 4 ونص. شيل الجلد بقى منها. حاضر يا معلم. وعندنا بلح كمان؟ بلح عندك كل حاجه والله. من مصر برضه؟ من مصر؟ من مصر يا باشا. دوق البلح المصري بتاعك. انت مش شغال هنا هتدوق ايه؟ عايز يا فول. انا مش مشكله فول. البلح المصري. تحفه والله. ده ببلاش ولا بتدفعوا فلوس؟ ها؟ ببلاش كيلو ب5. ببلاش الغلابه. ايه يا عم؟ الغنيين. اجدع ناس والله المصريين. بص طعميه شغال. من مصر؟ طعميه شغال. بص كل حاجه عندنا. بص قلقاس شغال، سبانخ، كمان؟ كل حاجه طعميه جاهزه ماشي. لا يا بص عم بتهزروا. كل حاجه وربنا جاهزه. عايزين يا عم على المية. اعمل له هنعمل لك تخفيض بس ما عايزين تخفيض قد ايه؟ اللي انت عايزه هنعمل لك تخفيض. خد يا اسطى حاجه ثانيه. خلاص خدها وامشي بقى، خدها وامشي بقى. وانا باخده هنا برضه كان تخفيض. بص يعني بص الاسكندريه كام؟ 11.80 تمام؟ اهو ده 11 ونص. الله على التخفيض 30 سنت. 30 سنت. راجع من الزيت دلوقتي. هنعمل ايه يابا؟ والله 30 سنت تخفيض. ما ينفعش اقعد منه 30 شين. جدع هي دي والله يا جدعان. انت مصريين والله العظيم. مع ناس تصوير اشرب بس حاجه ساعه. كمان. انت ازازه الحاجه الساعه تصورني ايه؟ هذا عم مصور يا عم. طب يعني الناس هنا الناس ادونا بلح ببلاش وحاجه ساقعه ببلاش. مصريين يا جماعه، مصريين والله. برضه كده في ميلانو عادي وتلاقي حلاق مصري. يعني لو هناك ده حلاق مصري عادي جدا. السلام عليكم. هو ده حلاق مصري بجد؟ ايوه. يعني حلاق مصري ولا اسم كده بس؟ لا حلاق مصري. وبكام الحلاق عندكم هنا؟ يعني تخش تيجي تحلق ب 10 يورو. طبعا 10 يورو لما تيجي تحسبها اكنك بتحلق ب 10 جنيه في مصر، فطبعا السعر يعتبر رخيص جدا بالنسبه للمرتبات الموجوده في ايطاليا. لو وقفت اي حد في اي حته عشان تساله على حاجه هيطلع مصري. يعني اي حد هتوقفه تساله على اي حاجه في ميلانو بنسبه 80% هتلاقيه مصري. باص 49 في سان سيرو فين؟ اهو. ده بيروح اتجاه سان سيرو؟ على يمينك كده. يعني امشي على طول في يمين؟ 40 50 متر. تمام. هنا؟ البر قدامك. البر ده بتاع حد مصري؟ البلد كلها مصريين؟ لا هو دي بس اللي هو فتح مصر. تمام. يعني امشي هنا اسال بقى. هو قدامك اهو في الوش اهو. تعالى انا مش شايف. اهو قدامك اهو. الشارع ده لاخره. يعني على طول؟ لا كده زي ما احنا هنا. تمام. لاخره هتلاقي الدنيا كلها مصر. كلها مصر. هتلاقي نفسك في القاهره. يعني كده بعيد ولا قريب؟ لا بعيد شويه. لا اول ما يلف شمال. يعني اللي هي اسم المحطه ولا اقول له كده نزلني يا اسطى ولا ايه؟ لا انا بقول لك اهو. اول ما يلف شمال هو هيقف في المحطه. تمام. انزل انزل هناك. بس الاقي المكان كله بقى مصريين. دي سان سيرو.
الف شكر. عادي جدا ممكن تبقى ماشي في شوارع ميلانو وفجاه تلاقي محل كشري مصري. اتنين صغيرين. في شطه ودقه ولا؟ مصريين في كل حته، مصريين يعني قاعدين في الشوارع، في اي مكان بتعدي بتلاقي مصريين، يعني سواء لو ركبت مترو هتلاقي مصريين، ركبت باص هتلاقي مصريين، نزلت في اي مكان تتخيله هتلاقي مصريين. ايه الاخبار؟ تمام والله. انت منين في مصر؟ بركة عم الناس. الحمد لله. انت منين في مصر؟ المنصورة. بس انت بتسأل ليه؟ لا يا عم احنا بنصور اليوتيوب ما تقلقش، بصور فيديو اليوتيوب. يعني الحاجات دي بتنزل كل يوم ولا فتره معينه؟ لا كل يوم. يعني السوق ده موجود كل يوم؟ لا السوق هنا كل يوم كل يوم جمعة بس. كل يوم جمعه. كل يوم في مكان معين بنروح فيه. انتوا بتنقلوا كل مره مكان معين؟ دي مصر دي اسبوع. ايه؟ مصر. دي مصر اه. مش شايف علم مصر اهو؟ 6 ايام. مصر بس باي باي. احنا طلعنا؟ لا في طلاينة. أنا بس المصريين اكتسحوا. ده تين شوكي كمان؟ ودي هيزعل. اهلا وسهلا. صاحب الشغل اهو. الفاكهه دي من ايطاليا. اه مش من مصر يعني؟ لا مش من مصر، ايطاليا. مش من مصر؟ لا يا عم ايطاليا، طليان اوروبا طليان. بس اسعارها حلوه يعني مش غاليه. بريتسو بونسي. انا شايف 99 ومش عارف 1.5 وحاجات كده. بضاعه رخيصه حلوه نظيفه، العيش هنا حلو الحمد لله. اجدع ناس والله. حبيبي حبيبي. شغل فاخر من الاخر. طب هو الراجل ده هيدينا بلح؟ ده بلح ده مصري ولا ايطالي؟ ايطالي اسرائيل فلسطين. انت قلت ايه؟ لا فلسطين. لا شغل عالي والله. شغل فاخر من الاخر. شغل عالي. شفت فيكي صورت فيكي صور. الحاجات دي هو في تين شوكي هنا عادي في ايطاليا؟ شوف العنب عامله ازاي. ده برضه هندوق ولا بتورينا بس؟ ها؟ هندوق ولا يا بس؟ باشا ما يغلاش عليك. هندوق ايه تاني؟ مانجا. لا مش هندوق مانجا. بطيخ الشتا ده. نهاركم زي الفل. حبيبي مع السلامه. السلام عليكم. يا رب كرم. تمام اسال هناك. تسلم. تصور حاجه ولا ايه؟ عايز اصور هناك. ماشي. حبيبي. معاك يا رب. حبيبي مع السلامه. حبيبي. دلوقتي انا وصلت حي تاني من احياء المصريين جنب السان سيرو. هنا في خضري وفكهاني مصري زي كل حتى الراجل بيندى دلوقتي معايا مصري. عديت مثلا على الصف الثاني هتلاقي تصليح وبيع تليفونات مكتوب بالعربي عادي جدا. فيش طب كده حلو مسلسلات. بقول لك يا باشا هو المكان ده مصري؟ مصري عادي كده؟ مكتوب بالعربي عادي عندكم كده؟ مستغرب كده. ده انا اللي مستغرب مش انت. هو الشارع ده دي المنطقه دي المفروض بتاع المصريين؟ المنطقه دي سان سيرو، يعني انا ممكن اقول لك عليها الزراب الثاني بتاع تقول ايطاليا. على ايه؟ الزراب الثاني. يعني فينا كلها محلات مصريه؟ مش محلات مصريه، هو شعب مصري يعتبر هنا. كله عايش هنا. تمام. يعني لا ايه بقى تاني قدام مثلا؟ لا سلام ما تخشش قدام. ليه يعني؟ هو خش مع حد معروف هنا. موجود هنا. تصور ناس وكده. لا المنطقه خلي بالك في حد ممكن يزعل. يا جدعان مالهاش علاقه بايطاليا. ميلانو اكنك في قرى مصريه، قرى يعني بتلاقي في مجموعات يقول لك مثلا الناس دي جايه من الفيوم، الناس دي جايه من بني سويف، الناس دي جايه من بورسعيد. ميلانو مختلفه خالص عن اوروبا، الدنيا زحمه جدا، الناس بتركن صف تاني، فلا غريبه ميلانو. لو انت عايش في مصر وجيت ميلانو مش هتحس بفرق كبير، هتحس انك زي انت في مصر ما خرجتش منها لحد دلوقتي. ده كان نهايه فيديو المصريين في ميلانو، اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانيه من ميلانو.